اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد هنعمل مع بعض ايه، هنخزن كل خزين البيت. كل دوت ب100 جنيه. انتي بتقولي ايه كل ده ب100 جنيه؟ طب ازاي؟ هعرفك الفكرة ازاي. احنا بنخزن كل خزين البيت كل سنة ان شاء الله، بيبقى في يناير. في يناير بنجيب كل حاجات السنة كلها، نجيب كل الطلبات بتاعتنا دي كلها في يناير. فاحنا بنبدأ من شهر فبراير. بنعمل ايه؟ بنجيب 100 جنيه بنحطها من مصروف البيت، نحطها في علبة كده وننساها خالص. يعني كأنك بالظبط ال100 جنيه طلعتيها من مصروف البيت وحطيتيها على جنب، ما حسيتيش بيها. في آخر 10 شهور هيتجمع معاكي 1000 جنيه. بال1000 جنيه دول بقى هنجيب بيهم كل خزين البيت. ازاي بقى؟ تعالوا نحسبها مع بعض كده ونشوف احنا جبنا ايه وازاي قدرنا بأقل كمان من 1000 جنيه ان احنا نجيب كل الطلبات بتاعتنا دي. طيب احنا جبنا ايه؟ اول حاجة جبت عندي الفاصوليا. الفاصوليا ب10 جنيه الكيلو. لما هتجيبي 10 كيلو فاصوليا، ال10 كيلو فاصوليا ب100 جنيه. طبعا بنجيب الفاصوليا بنجيبها بنغسلها وبنسيبها تصفي ميتها خالص وتنشف، وبعدين بتقطعيها وتعبيها في اكياس. اهم حاجه ما يبقاش فيها ميه خالص، وبنعبيها في اكياس بالشكل دوت على حسب الكميه اللي انتي عايزاها. احنا بنجيب 10 كيلو فاصوليا حلوين جدا بيكفونا، صرفنا كده 100 جنيه. طب جبنا ايه تاني؟ جبنا كمان كرنبيت. انا هجيب مثلا 5 وحدات، الواحدة ب25 جنيه. ال5 وحدات دولت هيجيبولي 125 جنيه. طبعا احنا بنجيب الكرنبيت بنغسله، وطبعا بنحطه في مية، بنسلقه بمية وشوية ملح وشوية كمون. واهم حاجة طبعا ان احنا بنصفي الكرنبيت من المية خالص عشان ما يعملكيش كتل تلج في الفريزر. قلنا 125 جنيه مع ال100 جنيه اللي فاتوا، بقينا كام؟ بقينا 225 جنيه. جبنا ايه تاني؟ جبنا كمان البسلة. هجيب 10 كيلو بسلة. البسلة عندي ب15 جنيه. ال10 كيلو بسلة في 15 جنيه هيجيبولي 150 جنيه. لما نضيفهم على ال225 جنيه بقينا 375 جنيه. هنجيب كمان 5 كيلو جزر نقطعه مع البسلة. ال5 كيلو جزر، الجزر الكيلو ب5 جنيه دلوقتي، تقدري انك انت تجيبي 5 كيلو جزر تقطعيها مع البسلة، بقينا 25 جنيه كمان، وصلنا ل400 جنيه. جبت كمان القلقاس. انا هجيب مثلا 5 كيلو قلقاس هيكفونا حلوين قوي قوي. ال5 كيلو القلقاس الكيلو ب25 جنيه، هتجيبي 5 كيلو ب125 جنيه مع 400 جنيه، بقينا 525 جنيه. طبعا طريقة تخزين القلقاس، في ناس بتغسله وفي ناس ما بتحبش تغسله، زي ما انتي تحبي، وتقطعيه مكعبات وتحطيه في الفريزر. اهم حاجة ما يبقاش فيه اي حاجة من الاكياس دي فيها مية، علشان ما تعملكيش كتل تلج وتغير لك في لون الحاجة. جبنا كمان ايه؟ جبت كمان السبانخ. انا جبت حوالي 10 كيلو سبانخ. 10 كيلو سبانخ دول هيكفونا جدا. وطريقة تخزين السبانخ انا عاملاها لكم في الفيديو اللي فات على طول، تقدري تخشي على الفيديو وتشوفي احنا كنا مخزنين السبانخ ازاي. السبانخ الكيلو ب10 جنيه، يعني لما تعملي 10 كيلو سبانخ ب100 جنيه هيكفوكي السنة كلها. جبنا كمان عداية الطماطم دلوقتي العداية بحوالي 125 جنيه، وفي ناس بتبيعها كمان ب120 جنيه. جبنا منها طماطم فرزناها، وجبنا كمان عملنا منها الصلصة. وبرضو طريقة التفريز بتاعت الطماطم موجودة على القناة، تقدري ترجعي للفيديو وتشوفي عملناه ازاي. ال125 جنيه مع 625 جنيه عملوا لنا 750 جنيه. طيب كمان هنعمل الكرنب. لو انا جبت 5 وحدات، برضو الواحدة بحوالي 25 جنيه. طبعا مش هي دي كل الكمية، طبعا احنا بنعمل بس كميات بسيطة قدامكم عشان بس التصوير، ولكن الباقي كله طبعا انا عيناه. الكرنب الخمسة ب25 جنيه الواحدة، هتلاقيهم ب125 جنيه، يبقى وصلنا ل875 جنيه. كمان جبت البطاطس ب10 جنيه. جبت 10 كيلو بطاطس ب100 جنيه. طبعا انا بجيب البطاطس اللي هي للتحمير، وتقدري انك انتي تسيبيها كده على طول، او انك انت تخشي على القناه وتشوفي عملناها برضو ازاي. انا بقولك هنا انا جبت مع السبانخ كمان حوالي ب15 جنيه خضره، هيكفوا جدا للكميه دي كلها. وبحوالي 15 جنيه خضره، يبقى وصلنا ل 990 جنيه. شوفي احنا ب990 جنيه جبنا كل طلبات البيت. جبنا الكرنب، الكرنبيت، البسله، الفاصوليا، الطماطم، البطاطس، كل خزين البيت
وصلنا ل 990 جنيه، واتبقى معانا كمان 10 جنيه للتوك توك يوصلنا لحد باب البيت. بطريقه سهله جدا وبسيطه قدرتي انك انت تخزني خزين السنه كلها من غير ما تحسي باي تعب، ولا تبقى العمليه مرهقه بالنسبه لك في انك تجيبي كل الحاجات دي مره واحده وتحسي ان المبلغ كبير عليكي. لا، احنا بال100 جنيه اللي احنا حطيناها على جنب ونسيناها خالص وسيبناها، قدرنا ان احنا نجيب كل الحاجات دي كلها. اتمنى انك تبدأي معايا من اول شهر فبراير، تجيبي العلبة وتحطي ال100 جنيه اللي هتجيب لك كل الحاجات بتاعتك بتاعت السنة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، اتمنى انك تكوني استفدتي والفكرة عجبتك وتقولي رأيك ايه. وانا بقولك في الاخر ال100 جنيه دي جابت لك كل الحاجات اللي قدامك دي. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.